في ذكرى رحيل شعبان حسين موهبة استثنائية صنعت البهجة. لم يكن شعبان حسين مجرد ممثل، بل كان صاحب حضور خاص استطاع من خلال أدواره المتنوعة أن يدخل البهجة لقلوب المشاهدين ويجسد شخصيات تعيش في الذاكرة مهما طال الزمن. في مثل هذا اليوم نستعيد ذكرى وفاة الفنان القدير شعبان حسين، اللي غاب عن عالمنا بعد أن ترك بصمة مميزة في عالم الفن والدراما. اتولد شعبان حسين في 24 نوفمبر سنة 1940، وتخرج من معهد الفنون المسرحية مع زملاء النجوم محمد صبحي ونبيل الحلفاوي. وعلى مدار مسيرته الفنية اللي امتدت لنحو 50 عام، أبدع الفنان شعبان حسين في تقديم 111 عمل فني تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. ويعد الفنان محمد صبحي هو مكتشف الفنان شعبان حسين، حيث بدأت مسيرته الفنية معه من خلال مسلسل سنبل بعد المليون، واللي عرض سنة 1987، وشارك فيه كل من جميل راتب وسماح أنور وهالة صدقي وحسين الشربيني، ومن إخراج أحمد بدر الدين وتأليف أحمد عوض. كما تعاون أيضا مع محمد صبحي في مسرحية لعبة الست، حيث جسد شخصية محمود بلالايقة، حيث تظل هذه الأعمال خالدة في عالم السينما والتلفزيون. تعاون الفنان شعبان حسين مع العديد من نجوم السينما في تلك الفترة، حيث شارك في أفلام مثل شعبان تحت الصفر مع الزعيم عادل إمام، حيث جسد دور وكيل النيابة. كما ظهر في فيلم سواق الأتوبيس مع نور الشريف، وفي فيلم المعتوه بدور الطبيب النفسي مع عادل إمام أيضا. وشارك في أفلام مثل الصقر والطائرة المفقودة وعفوا أيها القانون والمديح والطوفان وإعدام ميت والدنيا على جناح يمامة. ومن بين أعماله الأخرى العميل رقم 13، حيث لعب دور صبري، وناصر 56 وجواز بقرار جمهوري ومن نظرة عين والكبار والرجل الغامض بسلامته وكف القمر، حيث قدم شخصية الشيخ دياب، بالإضافة للعديد من الأعمال الأخرى. شارك الفنان شعبان حسين في العديد من الأعمال الفنية التي تركت أثرا واضحا في تاريخ الفن المصري، ومن أبرزها شعبان تحت الصفر سنة 80 مع الفنان عادل إمام، وبيت القاضي سنة 84 مع نور الشريف وفاروق الفيشاوي، والصقر سنة 82 بطولة محمود ياسين ويسرى، وإعدام ميت سنة 85 مع محمود عبد العزيز وفريد شوقي. اتوفى الفنان الكبير شعبان حسين نتيجة أزمة قلبية، وكان آخر أعماله مسلسل فرح العمدة اللي عرض في سنة 2013. ورغم غيابه تبقى أعماله شاهدة على موهبته الاستثنائية وقدرته على إدخال البهجة في قلوب الجمهور. وبعد مرور حوالي 5 سنوات من رحيل والده، اتوفى المؤلف الشاب محمد شعبان نجل الفنان الراحل شعبان حسين في يوم السبت 9 يونيو 2018 عن عمر يناهز 39 عام بشكل مفاجئ.